عزيزي المشاهد، اهلا بيك في حلقة جديدة. لو رحت وسألت اي حد ايه اهم قطعة في تجميعتك هيقول لك كارت الشاشة، نص تمن التجميعة، بابا المعالجة والاي اي واي حاجة وكل حاجة. الكارت لو بصيت وامعنت النظر فيه قوي هتكتشف ان هو عبارة عن كمبيوتر صغير جوه كمبيوتر اكبر منه حجما وليس مقاما. فصص كده كل قطعة في كارت الشاشة. الجي بي يو مثلا هو في الاول وفي الاخر وحدة معالجة مركزية، بس ربنا كرمه بانوية كتير تتعدى الالاف واحيانا ال10,000، بتعمل عمليات متكررة في وقت واحد، واللي بتسمى بالباراليل كومبيوتنج او الحوسبة المتوازية. فعشان النوع ده من العمليات ضليع في تكوين الصورة اللي بتشوفها على جهازك فبنسميه جرافيكس بروسيسنج يونت بدلا من سنترال بروسيسنج يونت. وحدات المعالجة الرسومية او الجي بي يوز تقدر تهندل تريليونات من العمليات في الثانية الواحدة. كارت زي ال4090 مثلا بيقدر يهندل ما يصل الى 83 تريليون عملية في الثانية الواحدة، التيرا فلوبس اللي بتسمعها في كتير من كروت الشاشة. في حين ان بروسيسور مثلا زي 9950 اكس يا دوبك 0.6 تيرا فلوبس، وهو يا دوبك بيحتوي على 16 نواة 32 ثريد، لان البروسيسور هنا بيعمل عملية معالجة مختلفة اسمها سيكوينشال كومبيوتنج او الحوسبة المتسلسلة، اللي بيتم فيها تجزئة الاوامر وترتيبها في ترتيب معين امر تلو الاخر. اي معالج عشان يشتغل بيحتاج حاجة اسمها كاش. الكاش او ذاكرة التخزين المخبأة جزء مهم من اي وحدة معالجة هتقابلها في حياتك. دي حلقة الوصل بين الانوية وذاكرة التخزين العشوائية او الرام، اللي بترتب الاوامر وبتقول مين يخش الاول ويخش فين ومين يستنى ومين هنرجع له تاني. تعتبر اسرع انواع ذواكر التخزين اللي موجودة على كوكب الارض، وبتتكون من مستويات ال1 ال2 ال3، واحجامها احيانا بتكون بالميجات، وفي بعض الاحيان وفي بعض المستويات بالكيلو بايتات. ولانها بتتعامل مع اوامر كتير ومساحتها صغيرة فبتتوزع على وحدات الانوية في الكروت او في البروسيسورز. خش بعد كده على اللي حوالين المعالج الرسومي، الفي رام اللي هي نفس الدي رام اللي موجودة في كل التجميعات، بتاخد الداتا من وحدات التخزين وتديها للكاش، ومن الكاش للانوية، ومن الانوية لوحدات الاخراج او الاوتبوتس. مراحل الطاقة اللي في كروت الشاشة بتقوم بنفس مهمة مراحل الطاقة اللي حوالين البروسيسور على البوردة. فزي ما انت شايف الكارت عبارة عن كمبيوتر صغير جوه كمبيوتر اكبر منه. في الالعاب ما ينفعش تستغنى عن واحد من الاثنين دولت، لان الاثنين دولت ليهم دور مهم جدا جدا في الالعاب. الكارت بشكل عام مهمته انه يحول لك المعادلات لشكل ثلاثي الابعاد، بيحدد لك البكسل دي المفروض تنور بانهي لون، بينتج لك المؤثرات البصرية زي الظلال والضباب والانعكاسات. دور كارت الشاشة زي ما انت شايف بكل مكوناته بصري، بيهتم اكتر بعينيك الجميلة. لكن البروسيسور بقى بيختص بالعقلانيات شوية، بمنطقية اوامر اللعبة، الحسابات الفيزيائية جواها، زي مثلا لو ضربت شخصية في رجلها هتاخد دامج قد ايه على حسب انت بتضربه بسلاح ايه، وبتضرب من انهي مسافة، والشخصية دي شخصية ثابتة ولا بتتحرك. تصرفات مثلا الام بي سيز او الشخصيات الجانبية في اللعبة، الانبوتس اللي انت بتعملها، لان الكيبورد او الماوس او حتى الجيم باد اللي انت بتستخدمهم لحد دلوقتي متوصلين على مداخل متصلة اما بالشريحة او البروسيسور بشكل مباشر. معالجة حاجة مثلا زي الصوتيات، امتى الصوت المعين يطلع في الوقت المعين، والاهم ثم الاهم تحضير الداتا اللي هيستلمها كارت الشاشة. لان لحد دلوقتي مفيش عندنا طريقة في البي سي رسمية مستقرة بعيدة عن بروباجندا الشركات المزعومة تخلي الكارت يخاطب الرامات او وحدات التخزين بشكل مباشر. وهنا يظهر لك عفريت اسمه عنق الزجاجة او البوتل نيك. وفي حالتنا هنا ان البروسيسور مش قادر يا عيني يواكب متطلبات كروت الشاشة او يتزامن معاها. فالحل ان البروسيسور ده ياخد داتا اكبر ويخزنها عنده ويعالجها وقت الحاجة ليها. وده يرجعنا لحاجة مهمة قوي شرحتها لك من كام دقيقة اسمها الكاش. حجم ذاكرة الكاش لما يكبر معناه ان القطعة دي هتستقبل وتخزن داتا اكبر، بس مش اي كاش والسلام. الكاش لو خدت بالك متقسم لمستويات، المشهور في سوق المستهلك كمستوى كاش اما ال L3 او ال L2، واكثرهم ال L3 بمساحات كبيرة جدا. انما حاجة زي ال L1 ده بيكون نادر جدا عشان سريع جدا. يعني مثلا ال L1 او ليفل 1 او المستوى
المستوى الاول سرعته تقدر ب 200 مره اسرع من رامات DDR5. فاصغر مساحه متخيلها من المستوى ده قادره انها تهندل داتا كتيره جدا في وقت قليل قوي، وهي دي الثوريه في فكره AMD 3D Vertical Cache اللي نزلت اول مره في جيل الرايزن 5000 كحل ثوري بديل عن اداء النواه الواحده في الالعاب وتقليل حجم الجاب بين البروسيسور وكارت الشاشه عن طريق اننا نحط مستويات الكاش الثلاثه متوزعين على كل الانويه. بس اهم كاش بالنسبه لنا في العمليه دي هيكون ال L3 او المستوى الثالث اللي هيكون مرصوص فوق بعضه بشكل فيرتيكال او عمودي، لانه هيكون اكبر مساحه موجوده واول نقطه هتخاطب رامات الجهاز. من الكاش من المستوى الثالث للمستويات الباقيه مش معضله كبيره، لان سرعه النقل هنا مش بتتقاس بالثانيه وانما بتتقاس بالنانو سكند، عشان كده جت تسميتها 3D Vertical Cache. ده في الجيل الاول بالتحديد الرايزن 5000 X3D. في الجيل الثاني بقى في الرايزن 7000 X3D والرايزن 9000 X3D احنا هنكبر مستوى الكاش في المستوى الثاني والمستوى الاول كمان، وهنخلي المستوى الثالث زي ما كان في الاجيال اللي فاتت او في الجيل الاول، بس بدل ما يكونوا فوق الانويه هيكونوا تحت شرايح الانويه مباشره عشان وصول افضل للانويه نفسها لوحده التبريد بتاعه البروسيسور IHS على عكس الجيل اللي فات. وده بالمناسبه اللي كان سبب في ان عمليه كسر السرعه ما كانتش موجوده في الاجيال الاولى او كانت موجوده على استحياء. عشان نجرب الموضوع ده وقد ايه هو فعال احنا هنجيب بروسيسور من الجيل الجديد الرايزن 7 9800 X3D رمانه الميزان دلوقتي اللي قدرنا نوفره عن طريق شركه سوفت لينك اللي عندهم كل بروسيسورز AMD اللي محتاجها في تجميعتك اللي جايه. مكانهم زي ما انت عارف في المهندسين ورا نادي الزمالك، لو انت اهلاوي ما تزعلش مني، في مول اسمه مول الكمبيوتر. لو عاوز تشتري منهم اي حاجه قول لهم بس انك جاي من طرف فيه. البروسيسور ده بيجي بعدد 8 انويه و16 ثريد، واهم نقطه فيه هو اداء الالعاب. عشان كده احنا هنجربه قصاد بروسيسور بعتمد عليه بشكل دوري الفتره الاخيره ال 14900K، وهستخدم نفس الكارت اللي جربته مع كل البروسيسورز الفتره اللي فاتت ال 4070 Ti. الكارت ده على دقه عرض زي 1080p بيتخنق في الاداء، فهيكون هنا اداء البروسيسور في الالعاب هو النجم. طب اشمعنى الريزولوشن ده؟ وركز لي قوي في النقطه دي. دقه العرض ال 1080p دقه ما هياش متطلبه قوي لموارد كارت الشاشه او الكروت بتعالج الفريمات على الريزولوشن ده في الالعاب بشكل سريع جدا وسهل جدا وبارقام كبيره جدا. بالتالي الداتا اللي بتطلب من البروسيسور بتكون اكتر بكتير من ان لو اللعبه او الكارت مشغلها على دقه عرض زي ال 1440p او ال 2160p. غريبه شويه، خلينا ابسطها لك. انا في لعبه زي Call of Duty Modern Warfare 3 على ال 1080p قادر اوصل لمتوسط 243 فريم في الثانيه الواحده، فانا محتاج البروسيسور يعالج داتا في 243 فريم في كل ثانيه كمتوسط بس على ال 4K على نفس الكارت وعلى نفس البروسيسور وعلى نفس اللعبه بنفس الاعدادات. محتاج تدخل البروسيسور بمتوسط 133 فريم في الثانيه الواحده. عشان كده الاداء على ال 1080p بيتحدد اكتر على اساس السي بي يو. عشان كده تطور البروسيسور من جيل لجيل كل اللي بيعمله ان هو بيفتح مجال اكبر انه ينقل داتا اكتر لكارت الشاشه. نفس الموضوع ده ابتدى يبان على دقه العرض ال 2K في بعض الالعاب مع بعض الكروت العليا، بس مش هنقدر ناخده لحد دلوقتي مقياس نقدر نعتمد عليه لان ده لسه ريزولوشن متطلب اكتر لموارد كارت الشاشه على عكس ال 1080p. عشان كده احنا بنستخدم الدقه دي في تجارب الالعاب للبروسيسور لان انا مش عاوز اشوف قوه كارت الشاشه قد ما انا عاوز اشوف قوه البروسيسور هتكون عامله ازاي. والكلام النظري اللي انا لسه قايله لك من شويه هتلاقيه فعلا على ارض الواقع. العاب كتير جربتها لقيت ان ال 9800 X3D اللي سعره $480 على حسب سعر الام اس ار بي احسن من ال 14900K اللي سعره على حسب اسعار الام اس ار بي هيكون $589. انا بتكلم عن اسعار الام اس ار بي مش اسعار دلوقتي. انت اللي فتره كانت بتعتبر البروسيسور ده هو قمه الاداء في الالعاب او في اداء النواه الواحده لانه قادر انه يوصل لتردد 6 جيجا هرتز في النواه الواحده بالمستريح. بروسيسور AMD الجديد واخده رايح جاي فوق تحت شمال ويمين في العاب كتير جدا بنسب قد تصل في بعض الالعاب لل 29%. على حسب فروق الاداء في كتير من الالعاب البروسيسور ده احسن من ال 14900K اللي بالتبعيه احسن من ال 285K. ال 14900K انت اساسا كنت بتشتريه في العادي عشان تركبه مع كارت زي ال 4070 Ti او ال 4070 Ti سوبر عشان ما تشوفش
عنق الزجاجه على ال 1080 بي. كل الالعاب اللي ظهرت لك دلوقتي هي العاب البروسيسور قدم فيها فرق اداء بنسب تبدا من 1 لحد 29%، بس ده هيعتمد على اللعبه، ومش قصدي هنا نوع اللعبه او الجانرا بتاعتها، يعني هل هي تريبل اي ولا كومبيتيتيف، لا انا بقصد اللعبه نفسها او مطور اللعبه، لان بعض الالعاب المطورين ليها عشان يخرجوا من مشكله الاختناق بين الكارت والبروسيسور بقوا ميالين لتعدديه الانويه او ميالين لاستغلال انويه البروسيسور الكتيره في معادله الاداء. ومش بالضروره تكون الالعاب دي العاب تريبل اي من الدرجه الاولى، تقدر تشوف ده في لعبه زي لعبه ذا فاينلز مثلا اللي هي اصلا الجانرا بتاعتها او تصنيفها كومبيتيتيف جيم، فدي لعبه المفروض هتبقى سي بي يو انتنسيف، ده اللي احنا متعودين عليه، وفعلا ده موجود، بس هي بتديك اداء افضل مع البروسيسور اللي بيديك انويه اكتر، مش ميكانيزم شغل مختلف. عشان كده اللعبه دي هي اللعبه الكومبيتيتيف الوحيده اللي البروسيسور زي ال 14900 كي ما بين كل الالعاب اللي انا جربتها كان احسن فيها. عشان كده لازم تاخد بالك من النقطه دي قوي، وتعرف انت هتلعب ايه او هتشتغل ايه على الجهاز عشان تحدد القطع المناسبه بالنسبه لك. لان العاب زي Red Dead Redemption 2 دي لعبه مش فارق معاها انت مركب بروسيسور ايه بعدد انويه ايه، انت يا باشا هتركب كارت شاشه ايه عشان اعرف اشتغل عليه. فكبروسيسور العاب او بروسيسور موجه لتجميعات الالعاب بشكل مباشر لا يعلى عليه، انما لتعدديه المهام فدي فيها كلام تاني. للاسف ايه ام دي في فئه الرايزن 7 والرايزن 5 عندها مشكله مش قليله، ومش عارف هي ليه لحد دلوقتي مش عاوزه تتداركها، مع ان دي الشركه اللي عرفت مجتمع المستهلكين على كونسبت تعدديه الانويه من اول جيل رايزن نزل في السوق. هنا بروسيسور زي الرايزن 7 بشكل كبير بيترنح في الاداء قصاد بدايل انتل زي ال 245 كي وال 235 كي من الجيل الجديد اللي من فئه الالترا 5 باسعار لا تتعدى ال $320 لاعلى بروسيسور فيهم، في حين ان البروسيسور اللي معايا هنا سعره ثابت على $480، واخوه من الاكس سيريز سعره $359 او يبدا من $359. اي نعم بيكسب في الاختبارات المعتمده على معدل الاي بي سي زي في-راي مثلا او انديجو بس بنسب بسيطه جدا، انما في المنصات المهتمه باعداد الانويه زي منصه سينابنش مثلا بمختلف النسخ او بلندر، بروسيسورز انتل هنا بتتفوق على اي ام دي. فصعب اديك متوسط اداء لان الاداء هنا متفاوت على حسب المنصه والسوفت وير، بس خلينا نقول ان اي ام دي على صعيد تعدديه المهام او البرامج اللي بتعتمد على تعدديه الانويه في الرايزن 7 بتخسر قصاد الكور اي 5 او الالترا 5 من انتل. ولو انت ناوي على البروسيسور ده وجايبه عشان الالعاب فقدامك شرايح كتيره زي الاكس 870 والبي 850، وفي عندك الاكس 670 والبي 650 لو انت عاوز توفر شويه. انا عامه في العادي بجرب على اعلى شريحه زي الاكس 870 في بورده زي الار او جي ستريكس اللي معايا، مش عشان اي حاجه غير ان ده اللي بيكون متاح ليا، بس انا افضل مع البروسيسور ده كنوع من تقليل التكلفه انك تجيب بي 850 عشان انت في اي ام دي مش محتاج اكتر من كده مع اي بروسيسور الحقيقه، حتى لو ال 9950 اكس او الاكس 3 دي منه، الا لو انت بتدور على دايره طاقه عاليه لسبب ما هي مش هتفرق معاك في الاداء وعن تجربه، او لو انت بقى بتدور على ام دوت 2 جن 5 اكتر من واحد زي اللي موجود في البورده دي، او بتدور على اليو اس بي 4. فانا نصيحتي ليك مع بروسيسور زي ده موجه للالعاب ما تافورش في البورده الا لو انت بتدور على ميزه معينه. مين بقى اللي المفروض يشتري البروسيسور ده؟ هو الشخص اللي بيدور على بروسيسور اداؤه ممتاز للالعاب، او هو بيجمع جهاز للالعاب فقط لا غير، وشاري كارت هاي اند واخره ريزولوشن زي ال 1080 بي، او هو ده التارجت ريزولوشن بتاعه، او هو بيلعب العاب كومبيتيتيف وعايز احسن اداء على ال 1080 بي. انت هنا ده احسن وافضل اختيار ليه. انما تعدديه المهام دي انا افضل فيها انتل، لان حتى لو انت معاك الميزانيه بتاع البروسيسور ده عادي جدا ما تروحش ليه، هتروح لحاجه زي الالترا 7 اللي اكيد هيكون بيقدم اداء احسن، اذا كان الالترا 5 بيقدم اداء احسن منه. عشان كده مع البروسيسور ده لازم تحدد اولوياتك في الاستخدام. انا ما بقولكش ان هو مش هيشغل معاك مثلا البرامج، لا هو هيشغل، بس في حاجات هتديك اداء احسن، فعشان ما ترميش فلوسك في الارض. ده رايي المتواضع. لو انت عندك راي تاني اتمنى تقول لي عليه تحت في التعليقات. لايك لو الحلقه عجبتك، نشترك في القناه ونفعل جرس الاشعارات عشان ان شاء الله اشوفك في الحلقه اللي جايه.